السلام عليكم، اخباركم واحوالكم؟ كيف عاملين؟ ان شاء الله طيبين بصحه وعافيه يا رب العالمين. ان شاء الله انتوا تمام بصحه وعافيه يا رب العالمين. اخباركم واحوالكم كيف مع البرد ده؟ برد 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 شديد، فعشان الجو بارد كده برد مبالغه، فقلت خلاص نعمل لنا شوربه دافيه وحلوه، حاجه كده صحيه وجميله. هعمل الغدا، هعمل شوربه عدس ان شاء الله. يلا اشارك معاكم الطريقه وكل التفاصيل. فنجهز الغدا ان شاء الله سريع سريع ونس معاكم شويه. كيف الشتاء ده غايته السنة دي حاسة بيه، يعني حاسة انه الشتاء بارد شديد، جو بارد كده، شفتوا برد جاف كده، يعني البرد القاسي داك. لكن غايته الحمد لله متعودين، يعني زول لما يكون في الدول الباردة دي يعني بيتعود على البرد وكده. فالسنة دي الجو بارد شديد، يعني جاي برد كده مبالغ. اهم حاجة الاكلات الصحية والحاجات، اهم حاجة زول يعني شنو يركز مع الشوربات والحاجات الدافية التقيلة. شايفين البصل وعايزكم جيب العيشة. الدكوة دي ما شاء الله تبارك الله، يعني عندنا الدكوة جميلة جميلة. ماما بتحب الدكوة، تحب الدكوة يا ليمو؟ ليمو تحب الدكوة برضه، بتشبع شديد الدكوة دي. عندي برضه حبة أسود إن شاء الله، عندي أسودات هنا هعمل بيهم سلطة، حاجة جميلة كده، سلطة أسود جميلة كده. برنامج الغدا ده أهم حاجة. بحب سلطة الأسود شديد أنا، خصوصا لما يكون عندي توم، بحب أكتر لها التوم، يعني توم كتير. نخلص برنامج الغدا يا جماعة. في الشتاء الزول لازم يركزوا انه ياكل صحي، ياكل حاجات ثقيلة ودافية ومفيدة، لأنه انتوا عارفين ما في شمس ما في كده، فالزول بيكون عنده نقص الحديد ومشاكل كتيرة، فالعدس ده بيعوض عن نقص الحديد وكده. وياكل الخضروات والحاجات دي كلها جميلة جدا جدا. الشوربة دي دافية، شوف على ما دي شايفاهم بيقحقحوا بيقحقحوا شديد. خلاص الايامات دي يو اوكي يا ليمو. نعمل شوربة عدس. تيجي تحقق عشان ما توسخ يا ليمي. امشي لميه هناك، لميه في الدولاب. حبيب قدرتي جود جيرل. بيجي تيجي تحقني وامشي لميها في الدولاب عشان ما توسخ. كيف تكونوا جود جيرل؟ اقدر اعمل لكم شوربة تكون سو يمي. شوربة عدس. انتوا عارفين ان احنا لما كنا في تركيا اكلنا كترة عدس يا جماعة، يعني احنا كنا كل يومين 3 بناكل عدس طوالي. احنا بس يعني بكون بعمل الحله، بكره بعد بكره تاني بعمل الحله بتاعت عدس، يعني خلص بقى بعمل عدس بقى، لانه كان اكتر حاجه انا بقدر اعملها، لانه كنا في الهوتيل وكده، فكان اغلبيه الاكل يعني بيكون عدس. اي مرات بناكل برا وكده وبننوع، يعني بنجيب حاجات تانية، وبرضه البيتزا والشيبس والحاجات دي. لكن يا جماعه العدس ده كان رهيب شديد بجد. العدس التركي اول بنعمله في تركيا جميل، ما زي العدس هنا، طعمه حلو شديد، يعني بجد تعملوه في الترهيب تعملوه. يعني انا استغربت شديد، يعني حاسه بانه في اختلاف بين العدس في تركيا والعدس هنا. كمان طبعا احنا في السودان عندنا الاسود حقنا طاعم جميل جدا جدا. هنا في بريطانيا الاسود مسيخ وميته كتيره
وبيشرب زيت. ويعني انا لقيت ناس ادم واصحابه كانوا محتارين شديد في سلطة الاسود دي، ما قادرين يعملوها ولا عارفين يعملوها كيف. وايام كنا في مصر يا جماعة الفول والطعمية رهيبة. الطعمية بتاعت المصريين ديل ما شاء الله تبارك الله. كنا قاعدين في فيصل بعدين مشينا المعادي. الفيصل في فيصل دي الطعمية حقتهم احلى من حقت ناس المعادي، فرهيبة شديد. والفول برضو يا جماعة بجد يعني المصريين ديل متخصصين في الفول. يعني احنا اكتر حاجة بناكلها كنا فول، بس فول طعمية كده يعني. طبعا في مطاعم بتاعت فراخ وكده وحاجات زي دي، اللحوم والحاجات دي يعني بيقولوا دايما انها ما مضمونة، لكن اكتر حاجة مضمونة طبعا الفول. وكده ما شاء الله شايفين الاسود يتحمر كويس. شو اعمل لها؟ لا اقشر الثوم واظبط الثوم لسلطة الاسود. زي ما شايفين العدس وطيتها النار عشان يتسبك كويس. هحطه في نار واطية كده. شايفين كده الاسود يتحمر جميل كيف. هفرم الثوم والليمون مع الدكوة. هخليه شنو يتحمر في القليل. البنات الطوة دي ما بتقشر، شايفينها ما تيفال، يعني هي اصلا ما بتقشر. نوع الطوات دي جميلة شديد. شفتوها ما بتقشر. هاي صح مرات الحاجات بتتلصق فيها، لكن عشان مش عملت فيها الزيت شايفين ما تلصق. الاسود ما تلصق، فهي ما مناسبة يعملوا بها بيض لانها ما تيفال. لكن مثلا للحمة للباذنجان جميلة. عجبني حجمها ومقاسها جميل جدا جدا، مقاسها ذاته. فكده تقريبا السلطة بتاعت الاسود قلت لكم. في ناس كثيرين بيقولوا انه الليمون مفروض ما يتنجس مع الاسود، يعني في النار الليمون ما بيعمل فيه. ما عارفة ليه الناس بيقولوا كده، لكن بالنسبة للليمون والدكوة هضيفهم على البارد كده. بس الاسود يتحمر كويس. الليمون والثوم والدكوة بعملهم خلطة رهيبة كده، وبكسر الاسود واضيفهم ليه. وكده زي ما شايفين هتكون دي السلطة جاهزة تماما. بالنسبة للعدس ممكن البنات يشربوا شوربة، ممكن نعمله فتة. يعني الليدل ده عندهم عيش جميل جدا جدا. هذا مثلا يجيب لنا عيش بيعمل فتة رهيبة. عيش الليدل العيش الصغار ده، عيش الطوال ده، عيش جميل زي عيش السودان ما شاء الله. شايفين يا بنات العيش ده حلو للفتة شديد. ذكرني الفرن الآلي في السودان. عيش السودان بتاع الفرن الآلي، عندنا بلدي وآلي. طيب يا حلوين ديك السلطة، ودي هنا الفتة. شايفين شوربة العدس ما شاء الله تبارك الله. هبتدي اروش هديك بالعيش كده. احلى فتة. يا حالات الفتة حالات فتة زول. حتى بعد ما اعملي كده بديها رز بقى فوق، حبة رز او سلطة خضراء حاجة كده ما شاء الله تبارك الله.
شي كده فاخر من الاخر. اتمنى تعجبكم الوصفة يا بنات. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوا تعملوا لايك. شايفين السلطة بتاعت الاسود ما شاء الله تبارك الله، حاجة بسيطة وجميلة بكده يا جماعة. امس كان عملت فراخ ما اكلوا لي، فقلت خلاص نغير من اللحوم والحاجات دي، نعمل لهم حاجة كده خفيفة في المعدة وظريفة ودافية. قلت احسن. امس كان عملت فراخ وكنا عاملين شنو؟ امس عملنا شنو للغدا يا ربي نسيت. ايوه عملت شيبس. قالوا دايرين شيبس مع كاتشب وشنو حاجات قالوا البنات دايرينها. كان عندي فراخ برضو سخنته فما اكلوا. بعد الغدا كويس قلت كيف نتغدى. ممكن نتغدى.